السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم عز الدين حسن فليفل، الفرقة التالتة مساحة. حاليا ده أول فيديو ليا في الأجازة. احنا في أجازة نص سنة والترم الأولاني خلص، بحلوه بوحشه باللي فيه. الترم الأولاني يعتبر هو خلص، فبلاش نفكر فيه لأن فعلا يعني انتم متعلمين بكيان كامل اسمه الثانوية العامة لكيان كامل اسمه الكلية. فحكاية ان انت قصرت في الترم الأولاني دول ده شيء لا يعيبك جدا، وان شاء الله باذن الله هحاول انزل فيديوهين في الاسبوع يقدر يفيدك ويشيل الغموض عن حاجات انت بتستفسر عنها. الفيديو ده هيفيدك في حاجتين ان شاء الله باذن الله. اول حاجه، ايه هي القواعد او ازاي ادخل شعبة مساحه وخرائط، لان السؤال ده جالي كتير جدا. تاني حاجه، ازاي استفاد الاجازه صح. اتمنى الفيديو يفيدك ويعني لحد ما يقدر يشيل غموض عن حاجات كتير. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه، ازاي ادخل شعبة مساحه وخرائط. السؤال ده بتسالني كتير جدا، وان شاء الله باذن الله الفيديو ده يعني يقدر يجاوب عليك. عشان ادخل شعبة مساحه وخرائط في قواعد بتتحط. القواعد دي بتتغير من سنه لسنه، ولكن المتاح والمستمر بقاله كام سنه القاعده دي. هما بيحطوا مجموعه للمساحه، مجموع عام للمساحه، اللي بيعديه بيدخل مساحه، الاقل منه بيدخل شعبة نظم معلومات جغرافيه. طيب على اي اساس المجموع ده؟ المجموع ده اللي هو مجموع درجات سنه اولى كلها، ترم اول وترم تاني، ما عدا ماده حقوق انسان. ماده حقوق انسان هتاخدها الترم التاني، لا تضاف الى المجموع، الى جانب مجموع درجات تانية كلها، وضيف عليها كمان مره مواد المساحه. طب ايه هي مواد المساحه؟ مواد المساحه هي مدخل الى علم الخرائط في سنه اولى الترم الاولاني، قراءه خرائط في سنه اولى الترم التاني، مساحه مستويه في سنه تانية الترم الاولاني. يعني تاني، هنضيف مجموع مواد اولى كلها ما عدا ماده حقوق انسان، مجموع مواد تانية كلها، ونضيف عليها تاني مدخل الى علم الخرائط وقراءة خرائط ومساحه مستويه. مجموعك زاد عن مجموع المساحه، دخلت مساحه. اقل هتخش نظم معلومات جغرافيه. طب جالي اول سؤال بيقول لي يا عز لو سمحت، طب انا جبت مقبول في الترم الاولاني، او انا جبت مقبول في المواد دي كذا، ممكن ادخل مساحه؟ زي ما انا قلت، عشان تدخل مساحه لازم مجموعك يعدي المجموعه دي. مالهمش دعوه انت جبت مقبول ما جبتش مقبول، جبت ايه ما جبتش ايه، اهم حاجه مجموعك يعدي المجموع ده. فحكايه ان انت جبت مقبول في الترم الاولاني ده شيء وارد اللي هو يحصل، لان انت منتقل من كيان كامل اسمه الثانويه العامه لكيان كامل اسمه الكليه. فحكايه ان انت جبت مقبول في ماده او جبت مقبول في ترم، ان شاء الله باذن الله هتدخل مساحه. اهم حاجه مجموعك الكلي يعدي المجموع ده. ازاي؟ ان انت تجتهد في الترم الثاني، تجتهد في سنه ثانيه الترم الاولاني، تجتهد في سنه ثانيه الترم الثاني. بلاش تضايق الدكاتره، بلاش صوت في المحاضرات، يعني فاهمني؟ انت تجيب مجموع يعدي المجموع ده. المجموع ده تعديه ازاي؟ ان انت تجتهد وتذاكر وتكون طالب محترم، وان شاء الله باذن الله دخول المساحه ان شاء الله باذن الله كل موفق وهيخش المساحه. طب في سؤال تاني يا عز لو سمحت، انا شايل ماده، ممكن ادخل مساحه؟ انت ممكن تدخل مساحه لو انت شايل ماده، بس ده في الاول وفي الاخر على حسب القواعد. ممكن قاعده تقول لو انت شايل ماده ما تخش مساحه، ولكن 90% من القواعد بتقول ان انت عادي ان انت تدخل مساحه. اهم حاجه مجموعك يعدي المجموعه دي. يعني انت لو معدي المجموع ده وشايل ماده هتدخل مساحه ان شاء الله باذن الله هتدخل مساحه. المهم الثلاث مواد دول ما تجيبش فيهم مقبول. طب ليه؟ في ساعات بيبقى قاعده صارمه ان انت ما تخش مساحه لو انت جايب في دول مقبول، فانت تطمن نفسك وتكون في البر الامان وما تجيبش مقبول في المواد دي. يعني باختصار، مجموعه اولى كلها ما عدا حقوق انسان، مجموعه ثانيه كلها بنضيف عليها المواد المساحه. الثلاث مواد دول اعلى من مجموع المساحه كله بتدخل مساحه، اقل بتدخل شعبة نظم معلومات جغرافيه. والمعلومه، انا بقول الفيديو ده عشان ازاي تدخل شعبة مساحه وخرائط، بس بالمعلومه نظم معلومات جغرافيه شعبه مهمه جدا زيها زي المساحه. بجد والله العظيم تعتبر شعبه مهمه جدا. اول سؤال، اتمنى اول سؤال يعتبر يعني اكون انجزت فيه واكون فدتك فيه. لو في اي استفسار ممكن في البوكس في رسائل او في كومنت، تحت امرك. واتمنى ان الاول سؤال يكون سهل بالنسبه لك. تاني سؤال، بسم الله الرحمن الرحيم، ازاي استغل الاجازه صح؟ انا في سنه اولى كان نفسي استغل الاجازه صح، بس ما كنتش لاقي المحاور اللي انا ادور عليها وابحث عليها. كان بالنسبه لي علم المساحه ده علم كبير وغامض، هو لغايه دلوقتي هو بالنسبه لي كبير، بس فيه شويه وضوح. ازاي انت تستغل الاجازه صح؟ هديك شويه محاور تدور عليها وتبحث فيها وهتقدر تفيدك جدا. اول حاجه، انت تبتدي دلوقتي تقرا في نظم معلومات جغرافيه. انت همك كله ازاي ادخل مساحه، ازاي ادخل مساحه، ازاي ادخل مساحه. تمام، ادخل مساحه، بس اقرا في نظم معلومات جغرافيه. نظم معلومات جغرافيه رغم ان شغلها قليل، بس اللي بيشتغل فيها
يعني فلوسها كتير، شغلها مريح وحاجه جميله جدا. فابتدي من دلوقتي اقرا في نظم معلومات جغرافيه، في كتب كتير في جوجل PDF اسمها مقدمه في نظم معلومات جغرافيه. ابتدي حمل الكتب دي او اشتري كتب جاهزه وابتدي ذاكرها، يعني هتبتدي تفيدك جدا. الى جانب ان انت تبتدي تقرا في الاجهزه. التالت الاجهزه دي مفيدين جدا، بالذات جهاز الميزان. ابتدي اكتب في جوجل وفي يوتيوب وشاهد فيديوهات وجيب كتب جهاز الميزان، ابتدي اقرا في جهاز الميزان، ابتدي اعرف مكوناته. انا بقول لك من دلوقتي ان انت 90% من اللي انت هتقراه هتنساه ومش هتفهم حاجه، تمام، ده عادي جدا. بس بعد كده لما تبتدي تاخده او لما يبتدي يكون مكرر عليك هيرسخ في دماغك. فجهاز الميزان يعني يعتبر مهم جدا، الى جانب اهميه جهاز التوتال ستيشن وجهاز التوتاليت. فابتدي اقرا، انا مش بقول لك ذاكر، مش بقول لك احفظ، ساعه واحده في اليوم جهاز الميزان او جهاز التوتال ستيشن او جهاز التوتال. ركز في جهاز واحد بس، لانك انت مستحيل تحصل 3 اجهزه في الاسبوعين دول. ابتدي شوف لك جهاز واحد بس، يعني ركز مثلا على الميزان وابتدي اقرا فيه. ابتدي جيب ورقه وقلم واكتب اللي انت فهمته، هيفيدك والله العظيم. لما تخش سنه ثالثه ادي وترجع سنه اولى بعد ما عملت كده هتقول الحمد لله انا عملت كده، وتقول الحمد يا ريتني كنت عملت ازيد من كده. الى جانب في برامج، البرامج دي مهمه جدا لشعبة مساحه وشعبة نظم معلومات جغرافيه. ابتدي اقرا في برنامج الارك جي اي اس. يعني برنامج الارك جي اي اس ده لو انت قريت فيه بس ياخد منك 2-3 سنين، مش بقول لك اسبوعين. ابتدي دلوقتي اقرا تمعن فيه. برنامج السيرفر، برنامج الكاد، الجلوبال مابر، البرامج دول مفيده جدا. ابتدي شوف برنامج فيهم او لا برامج دول، ابتدي شوف برنامج فيهم اقرا فيه، خد نبذه، خد معلومه. انت دلوقتي في فتره اجازه، انا فاضي، يعني انت دلوقتي فاضي مش هتعطل نفسك. شوف لك مثلا جهاز ميزان، او ابتدي مقدمه في نظم معلومات جغرافيه، او في برنامج من دول. جيب كتاب، اتفرج على فيديوهات، ابتدي اكتب اللي انت فهمته، حاول تعمل مذكره على اللي انت فهمته. تجيب كتب من واحد زميلك اكبر منك، شوف كتب مع يعني العز لو سمحت معاك كتب طب عاوز كتاب اقرا فيه مره هتبتدي تخش، هتبتدي المعلومات تخش، المعلومات ترسخ في دماغك، هتبتدي تكون انت عندك معلومات وخبره ازيد عن زمايلك. يعني 3/4 اللي بتخلي الواحد متفوق في المساحه عن اخر اللي هو يعني المساحه علم تعليم ذاتي اكتر ما هو علم الكليه. انت حاليا في الكليه مش هتديك كل حاجه. ابتدي تدور، ابتدي تبص حواليك، حاول ركز دلوقتي دماغ في حاجه. يعني ايه مقدمه في نظم معلومات جغرافيه او جهاز من ال3، وانصحك بجهاز الميزان او برنامج من دول. وبتبقى اي برنامج، ابتدي اقرا عن برنامج الارك او برنامج الزرفه او برنامج الكاد، هتخش في دماغك. الا جانب انت تجيب اطلس، انا معايا اطلس، جيب اطلس، ابتدي بص في اطلس، ابتدي اعرف مكان الجزيره مكانها كذا، الدول دي في كذا، عاصمه كذا كذا، ازاي ارسم خريطه الاطلس، وازاي ترسم خريطه، وازاي تعرف الشكل العام الاطلس. مفيد جدا. فانت لو ركزت على حاجه من دول وخدت مثلا مش هقول لك يعني ساعه في يوم في حاجه من دول في الاجازه، انت كده هتبقى يعني حاجه كويسه جدا في المساحه ان شاء الله في المستقبل. يعني الاسبوعين دول ولو انت كملت في الدراسه مجرد بس قرايه، يعني مجرد نبذه عامه، ولو حاجه وقفت قصادك لو سمحت يا دكتور او لو سمحت الحته دي يعني ايه، معناها ايه، ازاي اعملها، هترسخ في دماغك. كل ما تسال، كل ما تتعب، كل ما هتاخد معلومات، كل ما تبقى احسن. يعني ده اللي انا اقدر افيدك واقول لك فيه ازاي تستغل الاجازه صح في اجازه نص سنه الاسبوعين دول. اول سؤال كان ازاي ادخل شعبة مساحه وخرائط، واتمنى ان اول سؤال يكون اتمنى ان السؤال الاول يكون مفهوم وفي حاجه، كل حاجه واضحه وكل حاجه صريحه. ولو في اي استفسار اي حاجه عنك بخصوص السؤال الاولاني اتمنى ان انت تسالني فيه، وانا ان شاء الله باذن الله مش هتاخر وهفيدك. واتمنى السؤال التاني يكون واضح هو كمان، واتمنى ان الفيديو ده يكون مجرى ثواب ليا، واتمنى ان هو يكون افادكم. وان شاء الله باذن الله ده اول فيديو ليا في الاجازه. لو الفيديو عجبك قول لي، لو الفيديو برضه مش عجبك يا ريت تقول لي عشان اعرف ايه الاخطاء اللي فيه، وبعتذر عن اي خطا في الفيديو. ويا ريت تقول لي في كومنت ايه الموضوع او ايه الحاجه اللي انت حاببني اتكلم فيها الاسبوع الفيديو التاني. اتمنى الفيديو يكون افادكم. بس كده خلاص، واتمنى الفيديو يكون افادكم. كان معاكم عز الدين حسن في ليفل، وشكرا لكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.